فمن ذلك أيها الأحبة لا نأخذ الناس على ظواهرها. أحيانا بعض الناس أنه في حياته مثلا يعني ما ملتزم، صاحب ذنوب، صاحب معاصي، لا نسد عليه الباب، لأنه الطريق مفتوح، باب التوبة مفتوح لكل إنسان. بعض الناس بأنه يشكل، يقول إنه هذا شهر محرم. بعض الناس بالأيام العادية ما يلتزمون، لكن بشهر محرم نشوفه بالمجالس ونشوفه يلطم ونشوفه إنه يبكي. ليش؟ هذا مو نفاق؟ هو من يقول نفاق هذا؟ باب التوبة مفتوح وباب الحسين مفتوح لكل الناس. وأنت اللي تظن نفسك بأنه أنت أحسن من هذا الشخص، من يقول أحسن من هذا الشخص؟ قد يكون هذا الشخص المذنب يتوب إلى الله ويدخل من هذه الأبواب، أبواب الرحمة، ومنها باب الحسين. باب الحسين مفتوح للناس ولجميع الناس أيها الأحبة، مو فقط للشيعي. أي إنسان يستطيع يحضر مجلس الحسين، يبكي على الحسين، يحضر زيارة الحسين عليه السلام. فلا يجي واحد يضيق على الناس، إنما باب التوبة مفتوح. وتشوف الحر أيها الأحبة مع ما له من النفوذ، ولكن اتخذ تلك الساعة الحاسمة واختار طريق الحق على طريق الباطل. إذن أولا تأنيب الضمير للحر، خلى عنده معركة داخلية وحسم هذه المعركة الحر،